بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بكم في فيديو جديد ولقاء جديد من أرض الحدث، أرض المهرجانات الدولية، الحديقة الدولية. إن شاء الله أول مهرجان لطيور الزينة، منتظرينكم ومنتظرين أسركم، كل الناس اللي تيجي أهلا بيكم. ميعادنا إن شاء الله يوم التلات اللي بعد القادم، التلات أول تلات في السنة الجديدة، التلات 7 يناير بإذن الله تعالى إن شاء الله في أرض المهرجانات الدولية أو الحديقة المهرجانات الدولية، الحديقة الدولية. النهارده بقى هنقول لكم آخر الأخبار اللي حصلت بالفعل عشان الناس تبقى عارفة وصلنا لحد فين. أول امبارح كان وصلنا لحد 11 عارض، وصلوا ل 12. امبارح وصلوا ل 13 عارض، وكنا سابين فرصة. النهارده كان آخر موعد كده خلاص، الحمد لله بفضل الله. ده هنا المدخل الحديقة اللي على عباس العقاد الرئيسي. النهارده كنا هناك، دفعنا فلوس الترابيزات، دفعنا الفلوس اللي هي الخاصة بحجز المكان في الحديقة الدولية. كده خلاص اتقفل باب الحجز. لو أي حد عايز يكون معانا هيكون إن شاء الله من المعرض اللي بعديه بقى. المهرجان ده كده خلاص خلص الحجز فيه ان شاء الله. معانا 13 عارض باذن الله. الميزه في الموجودين ان هتلاقي عارضين بمنتجات مختلفه، هتلاقي في اكل قطط وكلاب، هتلاقي في اكل عصافير، هتلاقي في طيور زينه، هتلاقي في بغبغانات، في بيع وشراء. ناس كتير بتسالني هو ينفع نخش بالعصافير؟ مسموح لك تخش بالعصافير وبتخش بيها عادي جدا. يبقى الدخول بالعصافير انت بتدفع بس تمن التذكره الخاصه باليوم دوت. احب اقول لك المكان دوت مليان وسائل ترفيه. والجديد بقى النهارده ان احنا جبنا لكم عروض وخصومات على حديقه الحيوان جوه، وان شاء الله قريبا على الكافيتيريا وقريبا على الوندرلاند. فان شاء الله كل سبت هتلاقي فينا في جديد، لان احنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا ميعادنا ان شاء الله يوم الثلاث 7 يناير، وبعد كده هيكون اول سبت من كل شهر، ومن بعد رمضان هيكون ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه اسبوعي. ومش هيكون في الحديقة الدولية بس، لا إن شاء الله هيبقى يوم في الحديقة الدولية، يوم تاني مثلا في الحرية في التحرير، يوم تالت حاجة ناحية الجيزة، اليوم الرابع مثلا حاجة ناحية العبور، وهكذا يعني. عايزين ننوع في الأماكن إن شاء الله، وكلها خاصة بمهرجانات طيور الزينة ومستلزماتها. إن شاء الله في هدايا هتوزع كتير جدا جدا جدا، ده غير العروض والخصومات اللي موجودة من العارضين. يعني النهاردة أنا شايف عم علاء الخضر منزل عرض 50% خصم على سيلينيوم أردني، 50% خصم. متخيل؟ مثلا أحد لسه هنعلن عن هدايا، مش عايز أحرق الهدايا والله. في هدايا قيمة وهدايا كتير، احنا أعلنا بس عن أول هدية اللي هي بتاعت العصفورتين اللي جم. ان شاء الله احتمال يكون في عصفورتين تانيين جايين في الطريق، وكمان في ادويه هدايا، كمان في آه، اكل عصافير هيطلع هدايا للناس. بصوا، وحاجات كتير، اكل يدوي، خلطات تحديق، هدايا قيمة كتيرة هتعجبكم بإذن الله. انتظروا، هنعرض عنها كل حاجة في وقتها. لكن النهاردة اللي يهمني في الفيديو دوت إن هنعرف الناس إن النهاردة المكان كده خلاص اكتمل. ومش اكتمل، احنا كان مكتمل والله من قبل ما نروح، من قبل يوم الجمعة وهو مكتمل. بس احنا قلنا نسيب فرصة عشان لو حد من العارضين حب يكمل معانا يزيد يقدر يزيد. وبالفعل زاد 2 عارضين معانا، بعد ما كنا 11 بقينا 13. تاني، تذكرة الدخول 20 جنيه، بتخش جوه الحديقة واسعة، في جوه حاجات ياما. تمام، وهنعرض كل، احنا صورنا النهارده اجزاء تفصيليه للمكان عشان كمان تشوف جوه احتياجاتك موجوده ولا لا. يمكن ده الممر اهو اللي احنا هنكون عارضين فيه، او مش ممر بقى ما شاء الله، دي الحته الواسعه اللي هنكون عارضين فيه، اللي هتساعد الاعداد الكبيره اللي هتيجي ان شاء الله. ان شاء الله يكون يوم حلو وتنبسطوا فيه. وانتظروا ان شاء الله هننزل بقيه الاخبار. لكن مبدئيا كده خلاص، كده مفيش حد تاني يقدر يحجز. كده الحجز المهرجان الاول اكتمل. معانا 13 عارض، معانا منتجات مختلفه، معانا تخفيضات، ومعانا ان شاء الله انشطه ترفيهيه وانشطه آه اسئله، وفي مسابقات وفي العاب. ان شاء الله يوم متكامل ليكم لاسرتك. عندنا جنينه اهي هنقدر نقعد نلعب فيها براحتنا. ان شاء الله بكره هننزل لكم فيديو فيه كل المواصلات اللي راح المكان بالتفصيل. بكره ان شاء الله في فيديو نازل للمواصلات. احنا صورنا النهارده من قدام الحديقه العربيات اللي رايحه جايه، المينيباصات مواصلاتها ايه، ارقامها ايه، جايين منين، رايحين فين، وبيعدوا كتير ولا قليلين. وكمان صورنا لكم من عند البوابه التانية، رقم 2، غير البوابه الرئيسيه. ما شاء الله مكان، بصوا متسع قد ايه، يكفينا كله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عربيه داخله اهيت جوه. دي طبعا الوندرلاند ان شاء الله قريبا هنعمل معاهم عروض، بس ما رضناش نعملها دلوقتي لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين يوم الثلاث دوت هيكون اجازه رسمي، فكده كده هيكون عندهم تكدس.
لكن الجميل تقدر تخش بعربيتك لحد جوه وتركن العربيه في امان ب20 جنيه ركنه العربيه. تمام. ان شاء الله انتظروا بقى. احنا اعلنا عن 6 اسماء من العارضين. الشيخ وحيد، اعلنا عن عم ياسر جمال، عم علاء الخضري، دكتور مصطفى محمود، الحاج ام علي، وابو عمار. النهارده ان شاء الله هنعرض عن اوسكار باذن الله. تمام. يبقى كده عرضنا عن 7 عارضين معانا في اول مهرجان لطيور الزينه، ولسه في 6 هنكمل الاعلانات عنهم في الايام اللي جايه ان شاء الله. طبعا الشيخ وحيد سيبيا، دكتور مصطفى محمود دكتور خريج كلية طب بيطري، يعني دكتور فعليا، مش مجرد ان حد بيدينا ادوية وخلاص، لا ده دكتور وتقدر تستشيره في اي سؤال انت عايزه. فان شاء الله معانا في المهرجان دكتور بيطري بجد زي ما كتبت لكم لما جيت اعلن عنه. ومن الناس اللي ما شاء الله عندها ضمير جدا، ومن الناس اللي هي لو الحاجه اللي عندك مش محتاجه ده ويقول لك لا مش محتاجه اعمل كذا بس. فما شاء الله حد محترم جدا، حد ذوق جدا. معانا طبعا ياسر جمال وعلاء الخضري، زي ما انتم عارفين مكملات غذائيه بقى وتمليح وشيالات وعروض واسعار. كده كده عم علاء الخضري مكسر اسعار من بره من قبل ما يخش المعرض، ما بالك لما يخش المعرض. كمان عندنا الحاج ام علي وابو عمار، الاثنين طبعا زي ما حضراتكم عارفين اكل عصافير، وما شاء الله بمستويات مختلفه، الشعبي والوسط والعالي. النهارده ان شاء الله هنعلن عن اوسكار، وانتظروا معانا بقيه العروض. طبعا الحاجات اللي شايفينها قدامكم دي كلها مصورينها بتفاصيلها بعروض باسعار بحاجات روعه. انتظروا معانا كل جديد. شكرا لكم ولمتابعتكم والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منتظرينكم ان شاء الله يوم الثلاث 7 يناير في الحديقه الدوليه، ان شاء الله من الساعه 8 للساعه 5 في اول مهرجان لطيور الزينه ومستلزماتها في مصر والوطن العربي، يوم الثلاث 7 يناير. شكرا لكم والى اللقاء.